مستمعي إذاعة الوفاق في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. فيما يلي نقدم إليكم فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 25 من مايو، والبداية مع التعليق السياسي بعنوان السلام بين إثيوبيا وإريتريا في غرفة العناية الفائقة. إعداد الأستاذ فتحي عثمان، تقديم هيلينا. يليه مقال عن إريتريا بين حلم الثورة وحقيقة الدولة، إعداد وتقديم الأستاذ عبد الرحمن بخيل. متابعة طيبة نتمناها لكم. السلام بين إثيوبيا وإريتريا في غرفة العناية الفائقة. تحت العين الساهرة للنظم الملكية في الخليج، كان اتفاق السلام الموقع بين إثيوبيا وإريتريا قد أثار آمالا عريضة، إلا إنه تعثر رغم التقدم المحرز، وهو الأمر الذي يثير قلق بلدان الخليج المتواجدة في القرن الإفريقي. في 9 من يونيو المقبل يكمل اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا عامه الأول، ولكن للأسف داخل غرفة الإنعاش. العام الماضي وفي غمرة حماس كاسح ومجهود مضني للسلام في الداخل والخارج، قاد رئيس الوزراء الإثيوبي الشاب أبي أحمد حملة سلام داخلي تم بموجبها الإفراج عن السجناء السياسيين المعارضين، ودعا قوى وأحزاب المعارضة الإثيوبية للتخلي عن السلاح وللعمل سلميا من الداخل، والترحيب بجلوس الجميع إلى طاولة الحوار. خارجيا كان الاتجاه نحو الجيران، حيث قدم مبادرته للسلام مع إريتريا، والتي أنهت عمليا حالة عداء استمرت 20 عاما مع حرب ضروس في سنوات 98 و2000 قضت على الألوف من الشباب من البلدين. إريتريا كانت تضع شروطا لأي سلام مع إثيوبيا، أولها تطبيق إثيوبيا لقرار ترسيم الحدود الصادر في أبريل 2002، وإعادة منطقة بادمة المتنازع عليها والتي آلت السيادة عليها لإريتريا، وسحب القوات الإثيوبية من الأراضي الأريترية المحتلة. هذه الشروط لم تكن تقبل التفاوض، وبدونها حرمت أسمر الجلوس إلى طاولات المفاوضات مع إثيوبيا. مع استلام أبي أحمد وإعلانه مبادرة سلام غير مشروط مع إريتريا، رمت أسمر كل تحفظاتها وراء ظهرها، وشرع أفورقي في عملية سلام كان هو طرفها الوحيد من الجانب الإريتري. بينما مرت العملية في إثيوبيا عبر القنوات الدستورية بعد مصادقة البرلمان الإثيوبي عليها. كون أفورقي الطرف الوحيد من الجانب الإريتري أعطى عملية السلام صبغة إنها اتفاق مع رجل دولة واحدة، وليس مع دولة ذات مؤسسات، الأمر الذي حذر منه خبراء إريتريون بالقول بأن هذا السلام مع رجل واحد وليس له ضمانات مؤسساتية وسند شعبي، ولذلك لن يعمر ولن يكون ملزما للشعب الإريتري. 3 حكومات في أديس أبابا. ليس هذا العامل الوحيد الذي أدخل السلام الإريتري الإثيوبي غرفة الإنعاش، بل الاختلاف العميق في الرؤى والتوجهات والتحولات المتسارعة في الداخل الإثيوبي نفسه. فعليا انقطعت الزيارات المتبادلة لزعيمي البلدين منذ فترة، وأكد مستشار أفورقي وصاعده الأيمن يماني جبرآب بأن إثيوبيا تحكمها 3 حكومات، وإن أبي أحمد لا يسيطر على زمام الأمور فيها. هذا التصريح والذي جاء في اجتماع جماهيري مع الجالية الإريترية في الرياض الشهر الماضي كان بمثابة المسمار في رأس العملية من الجانب الإريتري. بالرجوع إلى الوراء نجد أن إريتريا لم تتشجع للدخول في حوارات للسلام مع رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيلي مريم دسالين، لأنها اعتبرته ببساطة غير متحكم في زمام الأمور. هذا يعكس تفاوت كبير في وجهات النظر المتعلقة بالنظام السياسي الداخل في العملية السلمية. في إريتريا من ناحيتها دولة يحكمها رجل واحد وليس بها مؤسسات، وهو الذي يقرر وحده ما يجب أن يكون، ولذلك قد تجد بعض الحكومات التعامل معه أكثر سهولة من التعامل من جهة سياسية بعدة رؤوس. وأفورقي يفضل دوما التعامل مع ند قوي لديه نفس القدرات من السيطرة، وهو ما يفتقده في رفيق سلامه الشاب أبي أحمد. رئيس الوزراء الإثيوبي من ناحيته التفت حول عنقه مشاكله الداخلية وصرفته عن التوجه الدولي الذي بدأه بزخم عالي. فالصراعات بين الإثنيات الإثيوبية الكبرى الأورومو والأمهر والصومال والتيغراي بدأت تدخل مرحلة جديدة يصعب التحكم بها، وهذا أهم مظاهر ضعف الحكومة الإثيوبية حسب ما تراه أسمر.
تمظهرت الحلول غير المقبولة لدى أسمرة للمشاكل الإثيوبية بقيام رئيس الوزراء أبي أحمد بتعيين زعيم إقليم الأمهر السابق وذو الميول المتشددة غيدو أندلكاتش وزيرا للخارجية، وتعيين حاكم إقليم أوروميا السابق لما مجرسة وزيرا للدفاع. هذه التعيينات جاءت على شكل محاصصات لإرداء القوميتين الكبيرتين في إثيوبيا، ولكنها جاءت على حساب إقليم الصومال، والذي احتج على تهميشه في إعادة توزيع المناصب السيادية مصلحة الأمهرة. من ناحية أخرى، أفورقي ومساعديه كانوا يشعرون بدرجة عالية من الأريحية في التعامل مع وزير الخارجية السابق الدكتور ورغنيا جابيو، والذي عمل قبل توليه منصب وزير الخارجية منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، واتسم بالمرونة والقبول التام من قبل أسمرة. أما وزير الخارجية الجديد فهو متشدد ويشترك مع رئيس الوزراء الراحل السابق ملا الزيناوي في فكرة إبقاء إريتريا في حالة ضعف دائم، أي حالة لا حرب ولا سلم تنهكها ماديا ومعنويا، لأن الوزير الجديد يضع مصالح قوميته نصب عينيه، وهو الأمر الذي حمله إلى سدة الوزارة. ومصلحة قوميته تتجسد في إبقاء الخصم التقليدي للأمهرة والمتمثل في قومية التجراي في قطيعة مع إريتريا، بحيث لا تمثل لها إريتريا نقطة مرجعية عند اشتداد الصراع مع قوميته. إضافة إلى ذلك عدم إمساك أبي أحمد لزمام الأمور في عاصمة بلاده، إضافة إلى اعتماده على حلول المحاصصات الإقليمية أوجس إريتريا منه، لأن ذلك الحل سوف يجلب إلى دائرة الضوء خصوم تقليديين لأسمرة. وأخيرا، تريد إريتريا أن يتجاوز رئيس الوزراء الإثيوبي المؤسسات والتعقيدات السياسية في عملية السلام معها، وهو الأمر الذي يبدو غير منطقي في ظل حكومة منتخبة، وهو كذلك الأمر الذي ينظر إليه الحاكم الأوحد في أسمرة كخصم من رصيد كل من يتعامل معه. إريتريا دوما شحيحة في الإعلان عن نواياها ومواقفها، ولذلك يبقى الشعب الإريتري في انتظار خطاب أفورقي في 24 من الشهر الجاري يوم عيد الاستقلال، حيث ربما يتناول بتوسع ما آل إليه حال العملية السلمية بين أسمرة وأديس أبابا. ولكن حتى ذلك الحين قد يكون الوقت قد تأخر كثيرا على السلام الراقد في غرفة الإنعاش. مساندة القذافي. عانت إريتريا من عزلة دولية خانقة زاد من وطأتها العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة في ديسمبر عام 2009 ومضاعفتها في ديسمبر عام 2011. وكان عام 2011 وما بعده عاما شديد الوطي على أسمرة، والتي وصلتها موجة الربيع العربي على شكل خسارة لأكبر حلفائها التقليديين، وهو رجل ليبيا القوي آنذاك معمر القذافي. ففي سنوات عزلة أسمرة كان هو المصدر الوحيد والثابت للدعم بأهم ما تحتاجه أسمرة: النقد الأجنبي والبترول. العقيد الكذافي حاول إحياء مبادرة سلام بين أريتريا وإثيوبيا في منتصف عام 2003، ولكن إثيوبيا دوما كانت على حذر وتوجس منه، رغم أنه حاول إضفاء البعد الدولي على مبادرته بتسليمها لمنظمة الساحل والصحراء. رغم ذلك لم تقبل إثيوبيا بالعرض، وأصرت على سياستها الهادفة إلى إسقاط حكومة أسمرة. وتتويجا لجهودها بهذا الصدد جمعت إثيوبيا الخصمين اللدودين لأسمرة، وهما الرئيس اليمني علي عبد الله صالح والسوداني عمر البشير، وأسس الشركاء الثلاث ما عرف بحلف صنعاء، والذي أجمع قادته على تضييق الخناق على إريتريا شرقا وغربا وجنوبا حتى تسقط حكومتها، وكان ذلك في صنعاء في أكتوبر 2002. حينها أدركت إريتريا بأن الدول الثلاثة تتربص بها لتأخذها على حين غرة، ولكنها صرحت على لسان رئيسها بأن هذا الحلف المعادل لإريتريا مصيره الفشل، لأن إريتريا سوف تعتمد على حلفائها لإسقاط مخططاته. وعند بدء الزلزال السوداني في ديسمبر من العام الماضي، أصر الرئيس الإريتري لأحد معاونيه بأن البشير هو آخر أبطال حلف صنعاء، وسيمضي كما مضى حليفه ملا الزيناوي وعلي عبد الله صالح. وما بين الموت والاغتيال والمعتقل اختفى خصوم أسياس الشرسين، وبقي هو ليتندر عليهم. احتفظت إريتريا في تلك الفترة بعلاقات متينة مع إيران بشكل خاص، والتي جمعها معها العداء الصارخ للولايات المتحدة، ولكن ذلك التحالف لم يستمر طويلا. وعلى رأس دول الخليج العربي احتفظت إريتريا بعلاقات متميزة ومتينة مع دولة قطر، كان من نتائجها قيام قطر بالتوسط في إعادة العلاقات السودانية الإريترية والتي قطعت من جانب إريتريا في عام 94. وكانت دولة قطر تنظر إلى إريتريا كقاعدة انطلاق نحو العمق الإفريقي الذي غابت عنه طويلا، واعتمدت في استراتيجيات الإفريقية على الخرطوم وأسمرة، والتي توافقت معها في معاداة أديس أبابا، إذ اتهمت إثيوبيا قطر بالوقوف إلى جانب إريتريا في حرب الحدود المشار
إليها سابقا. دعمت قطر توجهها بالتوجه نحو جيبوتي، ومكنها التقارب مع إريتريا وجيبوتي من التوسط لحل الخلاف الحدودي بينهما، حيث وضعت قوات قطرية لحفظ السلام بين البلدين، ونجحت في إطلاق سراح بعض أسرى الحرب الجيبوتيين الذين كانت تعتقلهم إريتريا وتنكر وجودهم لديها. استفادت قطر من حالة البرودة التي شهدتها العلاقات بين أسمر والرياض، فالعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز وضع العلاقات الإريترية السعودية في الثلاجة نظرا للتقارب الإريتري الليبي الإريتري من ناحية، وللخوف من الأنشطة الإيرانية في الضفة الغربية من البحر الأحمر. الشرخ في العلاقات القطرية الإريترية بدأ في الظهور عند إدراك القيادة القطرية لتعنت إريتريا في حل الأزمة مع جيبوتي ووضع العوائق أمام عملية السلام بين البلدين، الأمر الذي أحرج قطر دوليا. ثانيا، وقوف أسمرة والدوحة على طرفي المعادلة في الصراع الليبي، حيث كانت إريتريا حليفا معنويا كبيرا للقذافي في محنته الأخيرة، حيث إنها لم تورد أي أخبار حول الأوضاع في ليبيا في وسائلها الإعلامية، ولم يعرف الشعب الإريتري بمصرع العقيدة الليبي إلا من خلال وسائل الإعلام الأجنبية. حتى ذلك الوقت كانت دولة الإمارات والسعودية غائبتان فعليا عن أي تأثير فعلي في القرن الأفريقي عامة، وإريتريا بشكل خاص، ما عدا مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز في التوجه للاستثمار الزراعي في إثيوبيا لتأمين احتياجات المملكة الحيوية. انسحاب قطر. السلام الإريتري الإثيوبي تحقق في ظل تحولات دولية كبرى، أولها وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتوجهه المعلن لمواجهة الصين خاصة في أفريقيا. تزامن هذا التوجه مع وجود أصوات في واشنطن تدعو إلى رفع التضييق على إريتريا ضمن الاستراتيجية الأمريكية في احتواء التواجد الصيني في أفريقيا. وكان التحول الثاني هو وصول رئيس الوزراء الإثيوبي إلى السلطة في أبريل 2018. اكتملت الدائرة بالمبادرة الإثيوبية للسلام بين إريتريا وإثيوبيا، والتي وجدت فيها واشنطن فرصة ذهبية لجمع حليفين قديمين في شراكة جديدة، أو على الأقل إزالة حالة العداء بينهما، بما يسمح يوما بعمل مشترك وجماعي، خاصة وإن إريتريا نفضت يدها من علاقاتها بإيران إسوة بالسودان وجيبوتي، وضربت إسفينا في علاقاتها مع قطر بوقوفها إلى جانب السعودية والإمارات بعد عاصفة الحزم التي بدأت في مارس 2015. نجحت هذه التحولات في تفعيل دور القوى الإقليمية وتمليكها فرصة صنع السلام، وبالفعل خرجت قطر من القرن الإفريقي بإعلانها وفاة مبادرتها لحل الخلاف الحدودي بين إريتريا وإثيوبيا وسحب قواتها من الحدود. حققت كل من مصر والسعودية والإمارات نقاطا ثمينة في القرن الإفريقي مع المعارك ضد الحوثيين في اليمن، فمصر وإريتريا احتفظتا بعلاقات جيدة بعد دعم إريتريا لإنقلاب الرئيس السيسي في 2013. فإريتريا لم تكن تحمل ودا للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، والذي أغاضها باستقبال وفودا من الحركة الإسلامية الإريترية، والتي تتهم إريتريا تركيا حاليا باحتضانها وتنشيطها من السودان المجاور قبل سقوط الرئيس البشير. الدخول السعودي الإماراتي كان قويا، حيث استأجرت دولة الإمارات ميناء عصب لفترة زمنية طويلة، وأنشأت قاعدة عسكرية متقدمة قامت دولة التحالف في استخدامها في شن غارات على اليمن، واستخدمتها الإمارات بشكل خاص في تدريب عناصر من الشرطة وأمن حماية المنشآت، والتي تم توزيعها لاحقا لحماية المنشآت الحيوية في عدن. تلقفت كل من الرياض وأبو ظبي التوجه نحو السلام، والذي بدأ من إثيوبيا، وبدأت العاصمتان في الإشراف على الخطوات الفعلية للسلام بين إسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي، وتمت مكافأة العاصمتين على الإيجابية في خطوات السلام. وكانت إثيوبيا أكثر شفافية في إعلانها عن المعونات التي تلقتها من الإمارات بشكل خاص. أما إريتريا فهي لا تعلن عن مدخلاتها هذه العملية أو حتى من تأجير القاعدة العسكرية للإمارات. واليوم تشهد المنطقة تحولات أخرى كبرى، أولها التأزم الداخلي في إثيوبيا، والتي قد يصرفها إلى حين عن اهتماماتها الدولية والإقليمية، والثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس البشير، والتي لا تنظر إليها إريتريا بعين الارتياح، فهي دفعت ثمن الربيع العربي الأول في طرابلس، ولا تشعر بالارتياح نحو الزلازل السياسية. المنطقة تدخل تطورا آخرا بتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. التحولات الجديدة والعاصفة في المنطقة قد تدفع الأطراف الدولية والإقليمية إلى إعادة النظر في خارطة التحالفات وإعادة خلط الأوراق، ولن تكون أسمرة والتي تعتبر مياه راكدة بعيدا عن هذه التحولات الجارفة. بقلم فتحي عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عبد الرحمن بخيت يحييكم عبر إذاعة الوفاق الإريترية
السلام عليكم ورحمة الله. إلى أبناء إريتريا في داخل الوطن وخارجه، في مثل هذا اليوم تحتفل معظم شعوب العالم بما يسمى بعيد الاستقلال، الذي تعبر فيه شعوب عن بهجتها وسعادتها بنيل حق السيادة على أرضها. في مثل هذا اليوم تتذكر الشعوب الحرة شهدائها الأبطال من الرجال والنساء الذين لقوا حتفهم خلف خنادق الصمود وسكبوا الأرض بدمائهم الطاهرة من أجل تحقيق السيادة والعزة والكرامة. في مثل هذا اليوم يكرم المحاربين القدامى وجرحى حرب التحرير. في مثل هذا اليوم يكرم ضحايا حرب التحرير من النساء اللاتي فقدن أزواجهن وتكبدن مشقة الحياة. في مثل هذا اليوم يكرم كل هؤلاء تعبيرا عن الامتنان والشكر على تضحياتهم وصبرهم على تحمل الأذى الجسدي منه والمعنوي والمادي. في مثل هذا اليوم بل وعلى مدار السنة كل شيء في وطني ليس كمثله شيء في الوجود. كل هؤلاء اليوم يقبعون في السجون التي أعدت خصيصا لهم وتكريما لتضحياتهم. إذا كانت السلطة الحاكمة تعيش خارج نطاق الواقع وتتباهى بالإنجازات المزعومة التي تحققت على مدار 3 عقود من الزمن، والتي بها تضلل بعض أنصارها وتستقفل بها العامة، فإنه لزاما علينا تقييم الموقف بشكل موضوعي بعيدا عن الخصوم السياسية. قبل الخوض في صلب الموضوع يجب علينا الإجماع على أن عيد الاستقلال هو إحدى أهم شروط وأساس الوطن المشترك الذي به تكتمل الشراكة الوطنية، وإن الإريتريين جميعا ملزمون بالاحتفال بهذا اليوم، لأن حرب التحرير كانت بتضحيات جميع فئات المجتمع، وكل شيء غير ذلك لهو تنازل وإنكار للحقيقة، شريطة أن لا تصب نوع المشاركة في خدمة النظام ماديا وسياسيا ومعنويا، أي على الجميع مقاطعة المهرجانات والحفلات الغنائية التي أصبحت إحدى أهم الموارد المالية، والتي بها ظل النظام متربعا على سدة الحكم، والتي منها ينفق على آلياته المتسلطة على رقاب الشعب. إريتريا اليوم، الإنجازات والإخفاقات. حتى يكون النقد موضوعيا بحثت بصدق عن الإنجازات التي تمت خلال 30 عاما الماضية، ولم أجد ما يستحق الذكر أو الإشادة به، ومع ذلك يجب الوقوف على الإنجازات المزعومة التي يتباهون بها أمام مناصريهم ويضللون بها الرأي العام. فلنبدأ بشبكة المواصلات. كما نعلم إن ربط المدن عبر الشبكة البرية مسألة في غاية الأهمية، إذ أن المواصلات تلعب في الحركة الاقتصادية والإنتاجية دورا محوريا، وإنه لا يمكن الحديث عن التنمية الاقتصادية دون بناء الجسور والطرق الصالحة للحركة من أجل تأمين حركة التبادل التجاري
وتقديم الخدمات الضرورية واللازمة للمواطن على جميع مناحي الحياة. بالفعل لقد تم بناء الشبكة البرية، ولكم في ذلك كامل الحق في التباهي بها في جميع المناسبات، ولكن السؤال الجوهري والأسباب والدوافع الحقيقية وراء هذا الإنجاز العظيم هو الشيء الذي أخفيتموه علينا يا حضرة الرئيس وأصحابه الذين رضي عنهم ورضوا عنه. سؤالي لكم: لمن يا ترى تم هذا الإنجاز، ومن المستفيد الأول والحقيقي من ذلك؟ اسمحوا لي يا فخامة الرئيس والتابعين من خلفه الإجابة على هذا السؤال إنابة عنكم حتى لا تحيدوا عن نهجكم المعتاد الذي عهدناكم عليه منذ بدايات الثورة، ألا وهو الكذب ثم الكذب ثم الكذب. إن الأنظمة الشمولية على مستوى المعمورة اتبعت ذات النهج منذ القدم، وفي مقدمتهم أبوكم الروحي ستالين الذي تقتدون به. إن هذا الإنجاز لم يكن الغرض منه يا فخامة الرئيس خدمة الشعب وتسهيل حركته في التنقل وتنشيط عجلة الاقتصاد، بل تم لتسهيل نقل الترسانة العسكرية وحركة الجيش في إطار المشروع الذي تعملون من أجله، والذي لم يكن في يوم من الأيام ذات صلة بمصلحة الوطن والمواطن. هل استطاع الشعب توظيف هذه الطرق في حياته؟ وهل هنالك عائد ملموس كان له انعكاس مباشر على حياة المواطن؟ لا شيء يستحق الذكر. الدخل القومي تحت المستوى، دخل الفرد تحت خط الفقر، القطاع الخاص إن وجد فهو تحت رقابة أجهزتكم القمعية، مع عجز واضح في قدرته على المنافسة أمام احتكاركم لحركة التجارة في انتهاك واضح لسلطة الدولة. إنجازاتكم يا فخامة الرئيس على مدار 30 عاما هي ركام من الخراب والحروب العبثية والغير مبررة على دول الجوار. إنجازاتكم يا فخامة الرئيس والتي بها جعلتم إريتريا أكثر شهرة على مستوى العالم هو هذا الكم الهائل من اللاجئين الباحثين عن من يطعمهم ويأويهم. إنجازاتكم يا فخامة الرئيس اليوم أنتم تتصدرون المرتبة الأولى على مستوى العالم في انتهاك حقوق الإنسان وبناء السجون التي يقبع فيها الأبرياء من أبناء إريتريا دون وجه حق. ماذا عن رفاق الأمس يا فخامة الرئيس؟ أين المعلمين الذين تم اقتيادهم إلى السجون منذ أكثر من 3 عقود؟ هل يا ترى هم على قيد الحياة؟ أين عوائد الذهب يا فخامة الرئيس؟ من فوضكم بإرسال أبناء إريتريا الأبرياء إلى الحرب الدائرة في اليمن الشقيق؟ ألم يكن اليمن الشقيق البوابة التي عبرها تمكنتم من بناء ثورتكم المجيدة؟ لا أذكركم بما كان من المفترض أن لا تفعلوه، فلكم السبق في الغدر والخيانة، وهذه ليست من خصائص الشخصية الإريترية، ولهذا سوف أتجاوز ذلك. أنصاركم يتحدثون عن بناء المدارس وتوفير المياه الصالحة للشرب
في جميع أنحاء إريتريا، وهذا شيء لا ننكره بل نقره لكم. ولكن ما هي الجدوى من بناء المدارس إذا كانت سياساتكم تتعمد تهجير الشباب ودفعهم إلى خوض قمار السفر المحفوف بالمخاطر، وقد لا يخفى عليكم أعداد الضحايا من الشباب الذين لقوا حتفهم في الطرقات والبحار؟ إن قائمة الجرائم التي اقترفتموها بحق هذا الشعب الذي أوصلكم إلى سدة الحكم قد تطول. أيها الأشاوس، يا أحفاد عواتي ورفاقه، أنتم من صلب رجال اتسموا بالوفاء والشجاعة والعزة والإباء، وتركوا لكم تاريخا ساطعا يدعو للفخر والاعتزاز، بعد أن قدموا أرواحهم ثمنا من أجل أن تعيشوا أنتم دون سواكم أسيادا على أرضكم. ولم يكن في بال منهم بأن حالكم سيكون على ما هو عليه اليوم، وعليه ينبغي عليكم النهوض ومقاومة الظلم بكل الوسائل المشروعة. اليوم أنتم تشاهدون كيف تمكن الشباب في الدول المجاورة من إسقاط أنظمة مستبدة اتبعت طوال فترة حكمها ذات وسائل القمع والإرهاب التي يستخدمها النظام الإريتري لترويعكم وبث الرعب في قلوبكم. ومع ذلك انتصرت إرادة الحق على الباطل في كل من تونس وجمهورية مصر العربية واليمن والسودان الشقيق، إنما تمكن الشباب وجموع الشعب من كسر حواجز الخوف، وواجهوا الزخيرة الحية بصدور عارية في مشهد بطولي يعكس صلابة وقوة الإنسان عندما يجمع قواه ويرتقي إلى إنسانيته الحقيقية. نحن وأنتم أيها الأشاوس في خندق واحد وجبهة مشتركة، مع اختلاف الظروف والإمكانيات. أنتم تتواجدون في قلب صفوف العدو وعلى أرض المواجهة، ونحن نتواجد خارجها وعليه. أنتم دون سواكم من سيكون بيده قرار الحسم وإنقاذ الشعب والوطن، وعلينا تقع مسؤولية توفير ما تستحقون للقيام بالمهمة التاريخية. وبالتالي عليكم أيها الشباب برص الصفوف وابتكار الوسائل الناجعة والفاعلة التي تلائم الظروف الأمنية التي تحيط بكم. وعليكم أن تعلموا بأن للحرية ثمن باهظ وعزيز على النفس، وإنها هي الحياة، إما البقاء والعيش فيها بعزة وكرامة، وإما الرحيل منها بشجاعة. تحياتي عبد الرحمن بخيت محمد نور من إذاعة صوت إذاعة الوفاق الإريترية. أتمنى لكم وقتا سعيدا، وأتمنى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، وحتى ذلك الحين أتمنى لكم وقتا سعيدا. النصر حليف الشعب.
الوفاق الوطني الأريتري.